السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هشرح ليكم الجزء الثاني من الدرس الثاني من مفهوم التكيف والبقاء. فيلا بينا نبدأ الدرس. طبعا خدنا في الجزء الأول أنواع التكيف وعرفنا إيه هي، واللي ذاكر كويس عارف إيه هما. فأنواع التكيف نوعين: تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. طيب ايه هو التكيف التركيبي؟ اللي فاكر، التكيف التركيبي هو تغير في أحد أجزاء جسم الحيوان، يعني حاجة موجودة في جسمه، حاجة مخلوق بيها علشان تقدر تساعده على البقاء. أما التكيف السلوكي لو فاكرين برضو هو تغير في سلوك الكائن الحي، يعني قرار هو خده، قرار هو قال أنا هعمله ليه؟ علشان يقدر يعيش برضه. كده افتكرنا ايه هو التكيف التركيبي والتكيف السلوكي، وخدنا كمان في الحصة اللي فاتت أمثلة عليهم، وخدنا 2 حيوان اللي هو ثعلب الفنك والثعلب القطبي، وقلنا اللي باقي 2. فتعالوا بقى نتكلم عن الحيوان الثالث ونعرف ايه هي التكيفات التركيبية والتكيفات السلوكية اللي عنده. وهنتكلم النهاردة عن حيوان خطير جدا اسمه قرش الثور. وقرش الثور ده حيوان مفترس جدا، بيصطاد اي حاجة قدامه بياكلها، اي حاجة يلاقيها قدامه بياكلها. وقرش الثور ده عنده عدة تكيفات تركيبية، بس هنتكلم عن 3 موجودين في الدرس ده. وأول تكيف تركيبي عنده هو إن ربنا أنعم عليه إن جسمه يقدر يعيش في المية المالحة والمية العذبة. طب وده بيساعده على إيه؟ ده بيساعده على الحصول على الغذاء بسهولة جدا. طب ده ليه؟ لأن معظم القروش بتعيش في المياه المالحة، بس هو الوحيد اللي بيعيش في المية العذبة والمية المالحة، فده ميزة ربنا ميزها بيه. طب ليه؟ لأن القروش كلها بتعيش في المالحة وهو الوحيد اللي بيعيش في العذبة، فالقروش أي حاجة قدامها بتاكلها. فيجي بقى قرش الثور مش هيلاقي أكل، نادر اللي هو يلاقي أكل، فهو بيعمل إيه؟ بياخد كده نفسه ويروح للمية العذبة. ليه؟ ما فيهاش قروش غيره، هو الوحيد اللي موجود في المية دي، فبالتالي هيلاقي أكل بسهولة جدا لأن مفيش حد هيشاركه. يبقى كده عرفنا أول تكيف تركيبي وهو إنه بيعيش في المية المالحة وبيعيش في المية العذبة. تاني بقى تكيف تركيبي إن ربنا أنعم عليه بأسنان حادة زي كده السكاكين، بتقطع أي حاجة، علشان هو عنده تنوع في الغذاء، بياكل أي حاجة، فهو كمان بياكل اللحوم، فعلشان كده ربنا أنعم عليه بأسنان حادة زي كده السكاكين علشان يقدر يتغذى، علشان يقدر يعيش. فده تكيف تركيبي، ربنا أنعم عليه بأسنان حادة علشان يقدر يتغذى ويقدر يعيش. تالت بقى تكيف تركيبي وهو التخفي. وبالرغم من إن قرش الثور مفترس وبياكل أي حاجة بتيجي قدامه إلا إنه بيتخفى. يجي بقى سؤال ويقولك ليه بيتخفى مع إنه مفترس؟ لأن لو إحنا فاكرين خدنا في الدرس الأول التخفي بيبقى علشان حاجتين: إما علشان يهرب من حاجة أو علشان يصطاد حاجة. هو مفترس فأكيد بيتخفى علشان يقدر يصطاد. طيب إزاي بقى بيتخفى؟ ربنا أنعم عليه بظهره السوداء وبطنه البيضاء. طيب بيتخفى بقى إزاي؟ ظهره السوداء، فأي كائن حي لما يجي يسبح من فوق ويبص تحت هيعتقد إنه شايف القاع، فما يكونش شايف القرش، بس القرش هيكون شايفه فيقدر يتسلل إليه ويصطاده. يبقى كده عمل تخفي.
علشان يقدر يصطاد الفريسة. طيب وبطن البيضاء؟ برضو بطن البيضاء علشان برضو يقدر يتسلل للفريسة، لأن أي كائن حي بيسبح تحته ويجي يبص فوق هيعتقد إنه شايف السما، فبالتالي ما يكونش شايف القرش، فالقرش هيكون شايفه فبرضه هيتسلل إليه ويصطاده، فكده عمل تخفي. فكده ربنا أنعم على القرش الثور بظهره السوداء وبطنه البيضاء علشان تساعده على التخفي. فاستراتيجية تباين الألوان، يعني اختلاف الألوان، إن ظهره تكون سوداء وبطنه بيضاء، ده يساعده على التخفي، وده حاجة ربنا أنعم عليه بيها، فده تكيف تركيبي. أما بقى التكيفات السلوكية اللي عنده، هو إن قرش الثور بيصطاد في أي وقت، صبح تلاقي، بالليل تلاقي، أي وقت بيصطاد فيه، مش مدي للكائنات الحية أي راحة، كل لما يشوف أي كائن حي بيصطاد. فده قرار هو اللي أخده إنه يصطاد في أي وقت، فكده تكيف سلوكي، سلوك هو اللي عمله إنه يصطاد في أي وقت، فده تكيف سلوكي. فكده التكيف السلوكي اللي عنده إنه يصطاد في أي وقت، مما يسمح له بمفاجأة الفريسة في أي وقت. في بقى ملحوظة مهمة، إن الحيوانات اللي عندها تنوع في الغذاء دي بتبقى فرصتها في البقاء والتكيف أعلى، لأن هي أي حاجة بتاكلها وأي حاجة بتصطادها، فده بيساعدها إنها تعيش أكتر وتقدر تتكيف في المكان أكتر. فعلشان كده الحيوانات اللي بتتنوع في الغذاء بتبقى أكثر تكيفا وأكثر بقاء. آخر حاجة في الدرس الثاني وآخر حيوان وهي حرباء النمر. وحرباء النمر ديت سحلية، سحلية يعني من الزواحف، زي ما خدنا في الدرس الأول سحلية الصحراء، وسحلية الصحراء كانت بتعيش في الصحراء، أما سحلية حرباء النمر بتعيش في الغابات الاستوائية. هي كائن لطيف ما عندهاش أسنان، فعلشان تقدر تحمي نفسها ربنا أنعم عليها بعدة تكيفات. إيه بقى التكيفات اللي عندها؟ أول حاجة عندها حراشيف ملونة، بتلاقي كده ظهرها مليان حراشيف ملونة، زي برضو سحلية الصحراء كان عندها حراشيف ملونة علشان تقدر تتخبى بين الصخور. هي برضو عندها حراشيف ملونة، وكمان بتغير لونها على حسب الحاجة اللي بتبقى واقفة عليها، مرة تلاقي ظهرها أخضر، مرة أحمر، مرة أزرق، بتغير علشان تقدر تختبئ من الحيوانات المفترسة أو علشان تصطاد حاجة. فكده أول تكيف عندها حراشيف ملونة. ليه؟ للتخفي، التخفي من الحيوانات المفترسة أو علشان تصطاد حاجة. تاني حاجة لديها عيون يمكنها النظر في اتجاهين متعاكسين. يعني ايه؟ يعني بتكون في عين بتبص لجهة وعين بتبص لجهة تاني. طيب وده بيساعدها على ايه؟ ده بيساعدها انها بتكون في عين بتدور على الغذاء وعين برضو بتراقب المكان، فمن خلال العينان تقدر تتغذى وتراقب الجو، فأي كائن مفترس جاي ياكلها أو يصطادها تقدر تهرب منه. تالت تكيف عندها وهو أقدام على شكل حرف الV. طيب وده بيساعدها على إيه؟ ده بيساعدها على إنها تلتصق بأفرع الأشجار وما تقعش، فعلشان تقدر تتمسك بيها عندها أقدام على شكل حرف الV. رابع تكيف عندها ذيل علشان تقدر تمسك الأشياء، ودي بقى التكيفات التركيبية اللي ربنا أنعم عليها بيها علشان تقدر تعيش. طيب يبقى كده ايه هي التكيفات التركيبية اللي عندها؟ 4. أول حاجة الحراشيف الملونة، ودي بتساعدها على التخفي بين الأوراق والأشجار الخضراء والزهور الملونة
في الغابات الاستوائية. وتاني حاجة لديها عيون يمكنها النظر في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، مما يسمح لها بالصيد وتجنب الوقوع كفريسة. تالت حاجة أقدام على شكل حرف الV للالتصاق بأفرع الأشجار. رابع حاجة ذيل علشان يقدر يمسك الأشياء. زي ما عرفنا إنها مش بتمتلك أسنان أو مخالب علشان تقدر تحمي نفسها. طيب إيه بقى التكيفات السلوكية اللي هي بتعملها علشان تحمي نفسها؟ بتعمل إيه؟ بتنفخ جسمها بالهواء. ليه؟ علشان كده تبان كبيرة وأي حد قدامها يخاف منها. وبتفتح فمها واسع علشان تبان كده قوية إنها تبلع أي حد كده. تالت حاجة بتغير ألوان حراشفها علشان يخافوا منها. طيب هي بقى بتعمل كده ليه؟ علشان تحمي نفسها ولإخافة الأعداء، علشان لما يشوفوها كده يهربوا ويخافوا. يبقى كده عرفنا التكيفات السلوكية والتكيفات التركيبية. بس في كده ملحوظة عايزة أقولها، إن تغير اللون دوت تكيف سلوكي، أما الحراشيف ديت تكيف تركيبي. ليه تغير اللون بيبقى تكيف سلوكي والحراشيف نفسها بتبقى تكيف تركيبي؟ لأن الحراشيف الملونة ربنا أنعم عليها بيها علشان تغير لونها، أما بقى هي اللي بتقرر تغير لونها، لأنها أحيانا ممكن ما تغيرش لونها عادي، فهي اللي بتقرر تغير لونها. فعلشان هي اللي قررت تغير لونها فده تكيف سلوكي. وبكده بنكون خلصنا الدرس التاني وعرفنا أنواع التكيف وخدنا أمثلة عليهم وتعرفنا كمان على 4 حيوانات. بس ما تنسوش دلوقتي تحلوا على الدرس علشان المعلومات تثبت، وإن شاء الله هنزل ليكم حل من كتاب الأضواء. وإلى اللقاء في فيديو آخر.